السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل فراخ الكريسبي الجميلة دي. ربع كيلو من الفراخ مع حبة مكرونة وسلطة وحبة مخلل. عملت احلى غدا. بصوا الفراخ عاملة ازاي، كريسبي وجميلة. سامعين الخروشة بتاعتها؟ ان شاء الله هنبدأها على بركة الله. بس قبل كده اهوت يا ريت لو عجبك الفيديو تعملي لايك وشير واشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا هعمل نص كيلو من صدور الفراخ. نص كيلو هنحط عليه نص كوبايه دقيق، ملح وفلفل حسب الرغبه، طبعا حبه ملح على حسب الذوق، معلقه بابريكا، معلقه من معالق البهارات، معلقه ثوم، بودره ثوم، وعلبه زبادي، كمان هنحط معاهم حبه خل، تقريبا معلقه كبيره، ونص ليمونه، عصره نص ليمونه. الليمون والخل مش هيخلوا فيه زفارة في ريحة البيض أو الفراخ. بداية كده هنقلب الخليط كله مع بعض، حاجة سهلة خالص. معلقة بابريكا، معلقة توم باودر، معلقة ملح وفلفل حسب الرغبة، بضاية وبتاع زبادي صغيرة. هنقلب الخليط كويس. هنقلبه كويس ونسيبه على جنب قبل ما نحضر الفراخ بتاعتنا. كده هنجيب نص كيلو من الفراخ البانيه، بس خلي الراجل يقطعها لك تخينه شويه، ما تبقاش رفيعه قوي يعني. هتقطعيها كده بالطول رفيع. هتقطعي، انا عملت نص كيلو يعني، تبلت نص كيلو بس في الاكله دي عملت ربع كيلو بس، يعني خدت نص الكميه وعملتها ونص الكميه شلتهم في التلاجة لوقت تاني. يعني الاكله بتاعتنا النهارده ربع كيلو بانيه بس. هنقلب الخليط كويس، والفراخ نغلغلها كده في الخليط كويس. حلوه كده جميله. كده هنغطيها بورق الاسترتش عشان نحطها في التلاجة لمدة ساعتين، عشان تاخد من ريحة الثوم والبابريكا والملح ويبقى طعمها حلو جدا. كده غطيناها بالاسترتش وهنسيبها ساعتين في التلاجة. هنحضر الخليط بتاعها التاني، هنكسيها من الفرن وهنسيبه على جنب عبال ما تاخد الساعتين بتوعها. هنحط نفس كمية او نفس مقادير الخليط اللي حطيناه في البيت، معلقة بابريكا، معلقة ثوم، ملح وفلفل، وهنحط معاهم معلقتين نشا مع نص كوباية دقيق. خلاص هو ده الخليط اللي هنعمله. هنقلبه كويس وهنحط عليها بس حاجة تانية دلوقتي. يبقى الدقيق حطينا عليه نفس البهارات اللي حطيناها على الفراخ، معلقة بابريكا، معلقة توم باودر، وملح وفلفل. هنا هنحط الكريسبي موجود ماشي، خير وبركة، هنخليها طعمها حلو، هيخليها تقرقش كده وجميلة. مش موجود خلاص مفيش مشكلة. حطيت عليها كام معلقة وهنحط الخليط ده على جنب لغاية لما يعدي ساعتين ونبدأ نقلي البانيه. كده عدى ساعتين. تجيبي بقى حتة الفراخ تغلفيها كويس جدا بالدقيق واللي عليه البهارات. هتحطيه الطاسة زيت كان بارد شوية،
تسخني زيت بس ما يكونش سخن مدخن يعني، لا تسخني زيت كويس. ولما تحطي الفراخ توطيه تخليه نص يعني متوسط، ما تخلوش لا واطي قوي ولا عالي قوي، عشان ما يشعوطش الفراخ وتكون الفراخ نيه وهي لونها متحمر بس هي نيه. شفتوا هم الطاسه دي بس اللي انا عملتها وباقي الفراخ موجوده، انا عملت نص الكميه بس. كده بعد بصي لونها عامل ازاي دهبي جميل. سامعين الخروشه من بره ناشفه كريسبي كده وجميله، ومن جوه طريه وحلوه بيضه. بص سامعين الخروشه بتاعت القطمه جميله جدا، جربوها مش هتندموا. هتعمليها في سندوتشات هتبقى حلوه، هتعمليها على مكرونه تبقى جميله، على رز هتبقى حلوه برضو، حبه سلطه وحبه فلفل، عملتي احلى غدا ليكي ولولادك بربع كيلو من الباميه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتركي في القناه لو مش مشتركه، وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.